اضرب خليهم يصحوا بقى. الناس دي الشباب محتاج يصحى شويه. طيب، طاعة الأب والأم، تطيع الأب والأم في كل حاجة إلا معصية الخالق، إلا معصية الله عز وجل. يعني إن أنا أسمع كلام أبويا وأمي في كل حاجة حتى لو هم على غير الإسلام، يعني لو هم مش مسلمين كمان، إلا إنك تغضب بالله عز وجل. يعني إنك تعمل حاجة تغضب بالله ما تطيعهمش، حتى لو كان هم عقلهم سليم أو عقلهم غير سليم. يعني لو هو في كامل القوام العقلية أو إن هم تعبانين شوية أو عندهم زهايمر أو حاجة، فنطيع الأب والأم. ولا تؤجل صلاتك، ما تخليش حد يصحيك للصلاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك واحسن خاتمتنا وأرح قلوبنا بذكرك وشكرك وطاعتك وبالصلاة وبذكرك. في الفيديو صلى على سيدنا النبي وشاركه لعل أحد يستفيد، والسلام عليكم.